مرحبا بكم الإخوان فين ما كنتو. نتمنى تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم غنهضروا على واحد المفاجأة، واحد الحدث اللي هز سوق العقار في هاد البلاد، وبالضبط في واحد المدينة اللي ما كانش الواحد كيتوقع منها هاد الشيء. شفتوا الإحصائيات الأخيرة؟ دوك الأرقام الرسمية اللي كتخرج كل 3 شهور. هاد الأرقام جابت لنا واحد الخبر زوين بزاف، وواحد المؤشر كيبين باللي كاين واحد الانتعاشة قوية، واحد الصعود اللي ما كناش كنتظروه في واحد البلاصة معينة. شنو هو هاد الحدث؟ هي مدينة الجديدة. الجديدة اللي عرفت واحد الانتعاشة عقارية مفاجئة، واحد القفزة في التعاملات العقارية ديالها اللي خلاتها تجلس حدا المدن الكبار بحال الدار البيضاء، طنجة ومراكش. تخيلوا معايا، من واحد الفترة ديال الركود والجمود في البداية ديال العام، كاللقاو ريوسنا قدام واحد الصعود كيوصل للنسبة ديال 29.8% في التعاملات العقارية في الثلث الأخير من السنة. هادشي ماشي سهل، وهادشي اللي غنفهمو اليوم علاش وقع، وشنو هي العوامل اللي خلات هاد المدينة تضوض في الخريطة العقارية ديال البلاد. علاش الناس ولاو كيمشيو ليها، وشنو علاقة هادشي بالحوافز ديال الدولة ودعم السكن والقرب من الدار البيضاء. كل شيء غادي يتفصل ويتوضح اليوم. يلا، قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الارقام ونفهموا السر ديال هاد الانتعاش، واحد طلب صغير للناس اللي يلاه كتشوفنا: ديروا ابوني للقناه ديالنا 1H كوليكشن، ودعمونا بواحد اللايك للفيديو باش نستمروا، حيت هادشي كيعاوننا بزاف باش نزيدوا القدام. حنا ديما هنا باش نجيبوا لكم الجديد والموثوق. حنا قناه العقار الاولى في المغرب، وديما حنا اصل المعلومه الموثوقه. يلا، شكرا على الدعم ديالكم، ونمشيو للموضوع ديالنا. كما قلت لكم، الموضوع كيهمنا كاملين لانه كيعكس الحاله ديال السوق. الانعاش العقاري او الركود ديالو ديما كيتوقف على بزاف ديال العوامل، ماشي غير سبب واحد. تقدر تكون نفس الاسباب في مدينتين مختلفتين، ولكن النتائج كتكون مختلفه تماما. علاش؟ حيث كاين عوامل كتعلق بالنشاط ديال الناس في هذيك المنطقه، النشاط الاقتصادي، الاجتماعي، وكيفاش كتعيش هذه المدينه. كاين ثاني الحوافز اللي كتقدمها الدوله، القوانين الجديده ديال الاستثمار، طبيعه الاراضي المتوفره، واش كاين بيئه صناعيه مزيانه، سياحيه، اقتصاديه. وكاين ثاني نوعيه المستثمرين العقاريين اللي خدامين تما. هادشي كله كيدخل في الحساب. مدينه الجديده كلنا عارفينها، هي مدينه ساحليه مغربيه، عاصمه ديال الاقليم ديالها، وقريبه بزاف من العاصمه الاقتصاديه ديال البلاد، الدار البيضاء. عندها اهميه تاريخيه واقتصاديه، وهي ديما كتحاول تلحق بالركب ديال المدن المجاوره لها، خصوصا الدار البيضاء. ولهذا كاين واحد الربط ديال المواصلات اللي ساهل. ولكن واخا هادشي كله، الارقام الرسميه اللي كتخرجها الجهات المختصه اللي كتدخل فيها بيانات المحافظه العقاريه كتبين لنا واحد التحول مدهش في مسار الانعاش العقاري في هذه المدينه. الى رجعنا للثلث الاول من سنه 2025، يعني الشهور الاولى ديال العام، كانت الخريطه العقاريه ديال الجديده وديال بزاف ديال المدن الاخرى كتعرف واحد النوع ديال الجمود او الركود. كانت الاثمنه بالمقارنه مع الربع الاخير ديال العام اللي فات نازله بواحد النسبه ديال ناقص 1.1%. وشنو اللي اهم، المعاملات العقاريه يعني البيع والشراء اللي وقع كان نازل بواحد النسبه ديال ناقص 12.1%. هادشي كيبين باللي السوق كان بارد في الاول. من بعد دزنا للثلث الثاني ديال العام، واش تحسنت الامور؟ لا. مجموع الاثمنه واخا نقص النزول ديالها بقات في الناقص، يعني ناقص 0.5%. وبالنسبه للمعاملات العقاريه حتى هي عرفت انخفاض ديال ناقص 15.8%. يعني في الفتره ديال 6 شهور السوق كان تقريبا راكد، وحتى المؤشرات كانت كلها سلبيه. ولكن هنا كتجي المفاجاه الكبيره. في الثلث الاخير من يوليوز حتى لشتنبر وقع تحول كلي. مؤشر الاثمنه اللي كان نازل ولا صاعد بواحد النسبه ديال 1.2%. هذه قفزه مهمه خصوصا في واحد الفتره قصيره. والاهم من هادشي كاملو هو المعاملات العقاريه. هادشي اللي كيبين الحركه الحقيقيه ديال السوق. المعاملات عرفت واحد الانتعاشه قويه، واحد الصعود اللي ما كناش كنتسناوه، وصل للنسبه ديال 29.8%. هاد النسبة الإخوان والأخوات نسبة قوية بزاف، كتفرض على أي واحد مهتم بالسوق العقاري أنه يتساءل: ما السر وراء هاد الانتعاش في مدينة جديدة بالضبط؟ كيفاش هاد المدينة اللي كانت كتعاني من ركود بحال بزاف ديال المدن قدرات تدير هاد القفزة وتنافس المدن الكبرى؟ خيت هاد النسبة ديال 29.8% خلات الجديدة تحتل مكانة مهمة مع مدن بحال الدار البيضاء، طنجة، الرباط، القنيطرة ومراكش. وهذا الشيء مؤشر خاصنا نوقفوا عنده.
ملي كنهضروا على التعاملات العقارية في مدينة جديدة في هذا الثلث الثالث، كنلقاو باللي نسبة كبيرة من هاد التعاملات كانت كتعلق بالشقق، وصلت حتى ل 42.7% من مجموع العمليات. هاد الشيء كيبين باللي كاين واحد الإقبال كبير على امتلاك سكن. دابا نجيو للسؤال المهم، علاش وقع هاد الانتعاش؟ ما يمكنش نجاوبو بكلمة واحدة، ولكن كاين مؤشرات وعوامل قوية بزاف اللي ساهمت في هاد التحول الإيجابي. أولاً وقبل كل شيء، دعم السكن. كل ما عارفين باللي كاين مشاريع مهمة وكاين اهتمام كبير بعمليات دعم السكن. مدينة الجديدة كان فيها واحد المخزون سكني مهم، وكانوا فيها مستثمرون عقاريون عموميون وخصوصيون كيتسناو هاد التنفيسة ديال الدعم. هاد الشيء خلق واحد الإقبال وواحد السعي كبير لامتلاك سكن في هاد المدينة بالذات. الناس اللي كانوا كيتسناو الفرصة باش يشريو ربما لقاو الظروف مناسبة مع هاد البرامج. ثانياً، ما ننساوش القرب من الدار البيضاء. الجديدة قريبة من الدار البيضاء، والطريق السيار ولات سهلة وميسرة. الناس اللي خدامين في الدار البيضاء أو الناس اللي كيبغيو مدينة قريبة من البيضاء ولكن أقل اكتضاد وأقل تكلفة، لقاو في مدينة الجديدة واحد البديل ممتاز. المسافة ما بين المدينتين ولات بسيطة، وهذا العامل ديال القرب كيلعب دور كبير في جذب السكان والاستثمارات. ثالثاً، البعد السياحي وتزايد الاهتمام بالمدينة. الجديدة ولات كتستقطب الاهتمام، ولات مدينة ذات قطب سياحي وواحد الالتفاتة من الناس اللي عاد اكتشفوا هاد المدينة. بزاف ديال الناس ولاو كيمشيو ليها باش يشريو سواء للاستثمار أو باش تكون عندهم سكن ثانوي. الاهتمام بالمدينة كوجهة سياحية كيرفع من قيمتها العقارية وكيزيد من الإقبال عليها. رابعاً، التوجه العام للبلاد نحو الاستثمار والبنية التحتية. كاين واحد السعي عام لتقوية التجهيزات الأساسية والبنية التحتية ديال العمران والاستثمار في المجال العقاري. هاد الشيء كيعطي ثقة للمنعشين العقاريين. كاين تزايد عمراني واضح، وكاين واحد القابلية ديال المدينة للتوسع. هاد الشيء كيخلي المستثمرين يفضلوها على مدن أخرى اللي يمكن تكون عرفات اكتضاد كبير وما بقاش فيها مجال كبير للاستثمار بنفس السهولة، أو فين ولات الأراضي غالية بزاف. هاد الحوافز كاملة سواء الحكومية أو المتعلقة بالبيئة ديال المدينة خلت المنعشين العقاريين يوجهوا الاستثمارات ديالهم للجديدة. ربما لقوا في مدينة الجديدة نسبة استثمار مزيانة، نسبة داخل معقولة، ويمكن حتى الأرض مازال أرخص من مدن أخرى وصلت لواحد تشبع كبير. إذن هاد القفزة ديال 29.8% في المعاملات العقارية مع ارتفاع ولو بسيط في مؤشر الأثمنة هي ماشي مجرد رقم، هي إشارة قوية وواحد الملاحظة اللي كتفرض راسها في السوق العقاري ديال البلاد. هاد الشيء كيأكد لنا باللي الجديدة ولات تحتل مكانتها الحقيقية في المشهد الاقتصادي والعقاري ديال المغرب، ولات كتنافس المدن الكبرى بشكل مباشر ومفاجئ. هاد المسألة كتخلينا نخرجوا بواحد درس، الانعياش العقاري اللي عرفته الجديدة في هاد الثلث الأخير خاص يكون مثال يقتدى به. راه ماشي غير 6 أو 7 المدن الكبار هما اللي خاص تكون فيهم الحركة العقارية. عندنا 12 جهة في المغرب، وخاصنا نشوفوا شنو هي الدروس اللي ممكن ناخدوها من الحالة ديال الجديدة، وشنو هي المؤشرات اللي خاصنا نركزوا عليها. كيفاش ممكن نوفروا هاد العوامل، الحوافز، البنية التحتية، الدعم، باش حتى مدن أخرى كانت الحركة ديالها ضعيفة تعرف واحد الانتعاش عقارية مهمة. كان هذا هو تحليلنا للحدث الأهم اللي وقع في السوق العقاري مؤخرا، واللي أكدته الأرقام الرسمية اللي كتخرج لنا. ديما تابعونا في القناة ديالكم One H Collection باش يوصلكم الجديد، ونبقاو ديما على دراية بآخر المستجدات والأخبار الموثوقة. نتمنوا هاد المعلومات تكون مفيدة لكم. تهلاو فراسكم، وإلى فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.